ما تغمضليش عين غير لما اخلص البلد كلها في اول يوم اوصل فيه. بفكر اجيب الاوتفيت ده اروح بيه الشغل. يعني ايه حضرتك دي النتيجه النهائيه؟ اللي بعده عشان خلقي ضيق شويه. ما الراجل لابس اهو محترم. في سلالم تانية غريبه اسكتلندا، مين فاهمها؟ نسيت ازاي اكلم الكاميرا. هو يا جماعه ازيكم عاملين ايه؟ انا قررت اخد اجازه واجي بلد كان بقالي كتير قوي، او مدينه بالذات كان بقالي كتير قوي عايزه ازورها من وانا صغيره، وهي ادنبرا في اسكتلندا. بس واصله امبارح بالليل. صباعي في الكاميرا. ما علينا. طبعا انا بتكلم وعامله نفسي مش واخده بالي ان اخر فيديو نزلته على الشانل دي كان من 3 أو 4 سنين، بس مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي عشان انا جعانه جدا وعايزه اروح افطر. هوريكم الفيو من الاوتيل روم عشان ده مش طبيعي الصراحه. نسيت بقى ازاي كنت بحط الكاميرا في انجلز محترمه. الجو النهارده درجه الحراره المفروض انها 13. هنتعطر مع بعض. مونتال اريبيان ستونكا. محلي المفضل بس هنرجع له بعدين. الجو حلو قوي الحمد لله. الفلوج دي هتبقى انا بحاول اكتشف ازاي بستخدم الكاميرا من اول وجديد. بصور وحش قوي يا جماعه. هتحسن والله، ادوني بس 3 دقايق كمان في عمر الفلوج الدنيا هتتحسن. خلصت فطار دلوقتي المفروض هروح مكان اسمه اولد تاون. دي اكتر حاجه معروفه في ادنبرا، فيها بقى كل التورستيك بليسز. حاسه اني عايزه اعيش هنا سيكا. انا بقول كده على كل بلد اروحها، لا بس انا حاسه اني عايزه اعيش هنا بجد. عايزه اعيش هنا. لما عاوز بقى اريلاكس هعمل زي الناس اللي هناك دي، هجيب حاجه اقعد عليها هنا واقعد اقرا مثلا. هي دي خلاص خطه التقاعد بتاعتي. هطلع ميعاد مبكر، معاش مبكر. خلاص بقى هاجي اسكتلندا. ممكن بقى لما اطلع معاش مبكر اعمل فيديوز اكتر عشان هيبقى عندي وقت اكتر. واحنا كل ده ما اتكلمناش في موضوع ان انا اخر فيديو عملته كان من 3 سنين. الدنيا حصلت يا جماعه، الواحد مشغول بيشتغل بيدور على اكل العيش، مفيش وقت للاسف. زي ما انتم شايفين الفيديوهات بتاعتي طويله شويه وبقعد اديت في الفيديو كتير قوي. اوكي في حشرات كتيره هنا. المفروض ندخل من الطريق ده. في هنا كافيه مشهور قوي، انا لسه فتره فمش قادره اخد حاجه تانية، بس هنعدي عليه يمكن نبقى نروحه بكره، فنبص بصه كده دلوقتي. يا ركبي ربنا يديك الصحه يا حاج. الحمد لله مش حياتي. الله سلالم تانية يا بختي، مبسوطة قوي. هو ده الكافيه المشهور، بس ايجاز ده الفرع الصغير. كان في فرع تاني شفته في الفيديوز بتاعت الناس كان اكبر شوية. اوكي let's go. It's a new day and the sun is shining. It's shining just for me. The way I feel is simply beautiful. Birds fly high above me, blue skies so peaceful overhead. The way it makes me feel is beautiful. It's gonna be good. It's gonna be good. It's gonna be good. Oh, simply beautiful. Like children playing in the schoolyard. We all are young at heart. This great. مش عارفة ابينه كويس بس عجبني قوي. عليه الشوارع بتاعت اولد تاون. يا جماعة بقى محلات التافهة دي بجد نقطة ضعفي. يعني اوريدي لا ما ينفعش ادخل، ولا هدخل بس مش هشتري حاجة. مش هشتريها. Yeah we do.
بفكر اجيب الاوتفيت ده اروح بيه الشغل. او ده الفقرة الأصعب في أي رحلة اختيار الماجنتس والبوست كاردز، بس دي بقى مش دلوقتي، في آخر يوم. هو ده فرع. تمام، شكرا يا محترم، شكرا يا ذوق. كنت بقول هو ده فرع ميلك مان التاني اللي كنت بشوفه في الفيديوز، طلع مش بعيد عن الأولاني. ده الرويال مايل. محتاجة أقرأ شوية أو أفتكر هو ده كان إيه، بس واضح إن في جوه جيفت شوبس. في عمو هنا بيظبط بس الباك بايبس بتاعته، هيسمعنا حاجة حلوة. أيوة تمام. طيب احنا هنسيبه شوية كده على مهله ونبقى نرجع له تاني. مكان تاني فيه حاجات تافهة تانية، بنختبر المقاومة بتاعتي اكتر واكتر كل شوية في الحاجات دي. اوكي، نو بروميسز المرة دي اني مش هجيب حاجة. ضعفت وجبت ماجنت، بس واضح ان عمو بتاع الباك بايبس ابتدى وخلص، فنستنى شوية تاني. طبعا جيت مكتبة عشان ده جزء من اكسبيرينس اي حتة بروحها، غالبا هطول هنا شوية. نكمل لما اوصل. انا كنت رايحة فين؟ مش هدخل لاني ماليش قوي في المتاحف التاريخيه. بحب الارتس ميوزيومز بس مش الهيستوريكال ناشونال ميوزيومز. هو ايه اللي بيحصل؟ حول الله يا رب. لا بجد في ايه؟ ما الراجل لابس اهو محترم. جوجل بيقول لي اني لو عايزه اروح ادنبرا كاسل فدمشي كده وبقى كده وبقى كده. يا رب ما يكونش بيتوهني عشان غالبا هطلع سلالم كتير قوي. ولكن الاول انا عايزه اشرب حاجه، يعني عطشانه جدا. ايه ده؟ زمزمية دي واتر فاونتن، بس انا معيش كوبايه. سبحان الله، بقول ان انا عطشانه جدا. بصوا لقيت ايه بس معيش حاجة أشرب فيها. روكي ميستيك قوي. لقيت سينزبريز. مش مصدقة ان في ناس اكشلي عايشين هنا. لو عايزة اروح عند الادنبرا كاسل لازم اطلع لحد فوق هنا، وبعد كده مش عارفة همشي ازاي. تقريبا هي دي. استنى الشقة بالله. مكسلة قوي، متفكرش كتير. هنطلع فوق. لا يا طنط انتي بتفولي. امال انا اعمل ايه؟ 1 2 1 2. ايه اللي هيحصل لما هوصل لفوق؟ في سلالم تانية؟ It was at this moment Jackson knew he fucked up. طلع في سلالم تانية. جوجل بيقول لي اكمل كده. هو ايه ده اصلا؟ يعني ايه حضرتك دي النتيجة النهائية؟ الله، سلالم تانية يا بختي. تحفة، مبسوطة قوي. ماشي، عايزين في المونتاج ناخد الحتة دي تايم لابس ونجريها كأن الطلوع كان اسهل حاجة في الدنيا. وصلنا. هي دي ادنبرا كاسل. ممكن ندخلها بس انا مش هعمل كده برضه. فانا حاسه اني طلعت على الفاضي عشان بس ابص على الفيو ده. الموضوع كان disappointing شويه. قربنا شويه اهو، ناخد لنا كام صوره ونمشي بقى. هايل، جميل. اهي ادنبرا كاسل. اللي بعده عشان خلقي ضيق شويه. ناس كتير قوي مش قادره الصراحه. ناس كتير ودوشه زحمه. كفايه محتاجين نطلع من هنا بسرعه. يا لهوي. فظيعة. الكيس مش واخدين بالكم، هي دي بني ادمه بجد بتتحرك. لقيت مكان جانبي كده مشبوه قوي، معرفش ده بيودي فين، بس انا محتاجه هدوء. كرسي، الله كرسي، يلا نقعد. هو ده ايه؟ تحفه فنيه ولا بيتقعد عليه؟ في حاجه مكتوبه. جوز بريك. معايا 2 باتريز. اول بطاريه خلصت وتاني بطاريه قربت تخلص.
للكاميرا لاني صورت كتير قوي النهارده، فهحاول المره الجايه اصور فيها تبقى في البارك عشان اوفر في شكلي تعبان قوي كده ليه. وانا بشرب العصير بتاعي بتامل اكتشفت وافتكرت ان انا الشاحن بتاع الكاميرا محتاج كونفرتر، وانا عشان اشطر واحده في العالم قررت يعني اخدت القرار ده بكامل قوايا العقليه ان انا اسيب الكونفرتر في البيت. قلت انا مش محتاجاه، انا اوريدي البلاجز بتاعت الحاجه متظبطه. انا دلوقتي افتكرت ان البلاج بتاع الكاميرا مختلف مش ثلاثي، انا محتاجه اروح اجيب كونفرتر عشان شاحن الكاميرا. تاملات الساعه 1:30 الظهر. Yep. When they get back to you, everybody give them a huge round of applause. Stop! To the house, stop! وصلنا هولي رود بارك. بجد راحة نفسية مش طبيعية. لقيت شجرة اقعد تحتيها بس انا فرفورة قوي الصراحة، مش عايزة اقعد على الارض عشان هدومي ما تتوسخش. ماشي يا جماعة، دلوقتي انا قررت ان انا اشترك في 10K ماراثون في البارك اللي قدامي ده. الماراثون ده المفروض ان هو بكره. بقالي كام شهر بحب الجري. هل انا سريعة؟ لا. هل انا جامدة في الجري؟ لا، ولكن بحب اجري. وبعدين يعني الواحد لازم يبتدي من تحت خالص. فانا ابتديت ان انا كنت بجري 5K، وبعد كده بقيت اجري 10K كتير مع نفسي يعني وانا بتمرن، وفي مرة منهم كانت 10K ماراثون. فبكره هيبقى يوم لطيف قوي قوي قوي. وبعد كده بقى ايه، نبتدي بقى نعلى بعد ال 10K. بعد ال 10 كيلو نبقى بنعمل هاف ماراثون اللي هو 21 كيلو. وبعد كده بعد بقى سنة او سنتين ان شاء الله نوصل لل 42 كيلو للفول ماراثون. هو المفروض هيبقى في المكان ده، عشان كده انا كنت عايزة اجي هنا عشان بس ايه، اخد فكرة، ابقى محضرة نفسي منتلي. يعني انا بكرة يعني مش هاجي لاي سبب غير ان انا عايزة اجري في مكان اخضر واسع، والجو ان شاء الله يبقى بكرة حلو زي النهاردة، مع ان في احتمال ان هي تمطر شوية في الوقت بتاع الماراثون، بس عادي. وحاسة ان هي تبقى اكسبيرينس حلوة قوي قوي قوي. في كام تشالنج. اول تشالنج هو ان الراوت بتاع السباق، لو هو اللي انا فاهماه صح، اللي قدامي اللي العربيات ماشيه فيه ده، فهو قدام بيبقى طالع هيل جامده قوي. فانا الصراحه مش متعوده اجري في هيلز. انا الحمد لله نحمد ربنا ان انا بجري في ستريت لاين. اصلا زي ما قلت انا ما عنديش اي تطلعات، انا مش عداءه انا عايزه بس افينش الريس واستمتع بالاكسبيرينس عشان في مكان جديد، بلد جديده. بصراحه المكان تحفه، ما اروعه. حصيلة اليوم للستبس 13K والساعة لسه 3:30. وفان فاكت، هو المغرب هنا الساعة 9:30 بالليل، والعشاء الساعة 11 بالليل. فأنا مش فاهمة قوي، وجسمي مش فاهم قوي، مش فاهمة بس مبسوطة. غريبة اسكتلندا مين فاهمها. جدير بالذكر اني لازم اصحى بكرة الساعة 6 الصبح، اكل حاجة خفيفة، اشرب قهوة، وبعد كده مفروض اجي هنا عشان اخد الكيت بتاعة الماراثون، البيب اللي هي الرقم بتاعي. والساعة 8 لازم ابقى في المكان عشان الماراثون هيبتدي الساعة 9 الصبح. بخلصه في قد ايه حسب يعني الافريج بتاعي ساعة وتلت مثلا. هاي، رجعت الاوتيل. قبل ما ارجع الاوتيل عديت على السوبر ماركت، جبت كونفرتر، شحنت الكاميرا، ريحت شويه، ودلوقتي هنزل اروح يونيكلو. بس الاول عايزه افرجكم على الحاجات اللي جبتها، ولا بعد ما اروح يونيكلو ارجع افرجكم على كل حاجه؟ بعد ما ارجع من يونيكلو هفرجكم على كل حاجه. كل ما ارجع الاوضه بجد مش بصدق ان ده الفيو. وتقريبا انا لسه واخده بالي ان دي الكاسل اللي انا كنت عندها النهارده. طب ليه تعبت نفسي؟ واضح ان في حاجه بتحصل هناك، لاني سامعه باج بايبس ومزامير، في شباب كتير بتنانير
شكلي تعبان قوي. ماشي احنا اوفيشلي 19,900 ستيب، 20,000 يعني. ما تغمضليش عين غير لما اخلص البلد كلها في اول يوم اوصل فيه. هفرجكم بسرعه على الحاجات اللي جبتها النهارده من المحلات الصغيره دي، وهوريكم جبت ايه برضو من M&S اكله. اول حاجه جبتها القميص الغريب اللي عليه الخريطه ده سامري قوي و out of my comfort zone، ودي حاجه كويسه. بعد كده دخلت مكتبه وجبت النوت بوك دي. بصوا من هنا، من هنا واحد من الاماكن اللي دخلتهم جبت منه الماجنت ده، اتحط على التلاجة مكتوب عليه it's too peoply outside، وعليه قطة جينجر. انا ما بجيبش غير حاجات عليها قطط برتقاني عشان تيمور. من المكتبة جبت البتاع ده، هو ده المفروض بنسل كيس بتفتح كده ولونها بينك، وجبت قلم بينك وجبت هايلايتر بينك. واضح ان الثيم كلها يا اما حاجات اورنج يا اما حاجات بينك. جبت البوك مارك دي، وجبت البوست كارد ده المفروض بنكتب فيه وبنديه لحد، بس انا جبته لنفسي عادي جدا، وبرده اورنج سبحان الله وبينك، ومكتوب عليه my family portrait، وواحده قاعده مع 9 قطط. I can relate. من M&S جبت اكل سناكس، مش كلها هتتاكل النهارده يعني. salt and vinegar chips، chocolate covered pretzels، اناناس، وجبت سوشي. انا بحب السوشي اللي بيبقى من السوبر ماركتس قوي بره، عارفه انها حاجه غريبه. ونسيت اوريكم الخاتم ده، جبته برضو، هو تعبان بس انا جبته عشان كانوا بيقولوا لي ان هو كلتك ديزاين. كلتك اللي هي الكالتشر I guess بتاعت سكوتلاند. outfit of the day سريع عشان نسيت اصوره بالكاميرا. هو مش outfit of the day، 10K outfit of the day. الناس كلها بتمشي. بالإصرار حققنا المنى. 2000 years later. خلصت. لن يهزم أبدا من سعى. هاي رجعت الاوتيل. لحظة تقدير للميدالية. وبعدين الشنطة دي فيها تي شيرت، اعمل كده ياي ادنبرا ماراثون فيستيفال 2025 فينيشر. وبجد كان الموضوع اصعب مما توقعت. هو 70% من ال 10,000 كيلو، 10,000 كيلو من ال 10,000 كيلو، 10,000 كيلو 10K 10,000 كيلو 10 كيلو 10 كيلو واحنا كنا طالعين الجبل كده. بس شات جي بي تي ضحك عليا، سالته قلت له هو احنا في طلعت جبل قد ايه؟ قال لي في الاول كده بس اول كيلو او 2 بيبقى في طلعت جبل، وبعد كده الدنيا بتبقى تمام. كدب 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 كدب. احنا عمالين نطلع لدرجه ان الناس الفت بجد بقى اللي بيجروا حواليا كله ماشي يعني. في حتت كده هي بجد الناس عماله تمشي، هو احنا بنتسلق. رجليا كل التمرينات السترينث تريننج اللي هربت منها قبل كده طلعت تجري ورايا. في الحتت بقى اللي كنا بننزل فيها دي ماي فيفورت، دي كنت بطير فيها بغض النظر عن الصعوبات والتسلق. ولكن انا جبت بيرسونال بيست عن اخر ايفنت جريت فيها، 5 دقايق فرق تقريبا حاجه كده. فانا فخوره جدا جدا بنفسي الصراحه. برافو يا منى. هقفل الفلوج هنا. معرفش المره الجايه اللي هنشوف بعض فيها امتى الصراحه، هل هي الاسبوع الجاي، هل هي السنه الجايه، هل كمان 3 سنين تانيين، محدش عارف. ده جزء من السسبنس. هعمل فيديو لما حياتي يبقى فيها حاجه تستاهل ان انا اصورها او اسافر في حته انترستنج او كده. المشكله مش في التصوير، هي مشكله في الاديتنج، هو اللي بياخد وقت ومجهود. ف thank you for watching، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي. الأمهر في السباق بعزمنا أصعبها.
مش فاهمه بس مبسوطه.